السلام عليكم، معكم عبد الله، وهذا المقطع عبارة عن آلة دجاج المشوي. فخلونا نشوفها. طبعا الآلة بسيطة جدا. هذا الدجاج اللي هنا يبيض، فالريدستون يشتغل ويرمي هنا دجاج صغير مثل ما تشوف. أول ما يكبر يحترق في اللافا، وقبل لا يحترق الدجاج ياخذ الهبر ويعني يحطيه في الشيست هو والريش. فبس خليكم مع الشرح. اوكي، بداية يبيلك تشيست تحطه كذا، فتاخذ هبر وتشفت كذا على الشيست، وتحط يعني الهواء المتصل بهذا، فتاخذ سلاب وتشفت بعد وتحط السلاب فوقه. والارجح هنا تستخدم بلوكة الجلاس اللي هي هنا، وتحطها كذا. اللي يسأل ليش الجلاس هنا، تشوف الدجاج مثل هاي، نقدر نشوف الدجاج الصغير. ف وزيادة غير كذا، لو حطيت اي بلوكة ما راح يمديك تفتح هذا الشيست، فلو حطيت زجاج راح يمديك تفتحه. فبس خلنا نحط زجاج ما عدا جهة واحدة، اللي هي الجهة اللي راح تحط فيها ديسبنسر. فخلنا ناخذ ديسبنسر. الديسبنسر تحطه موجه يعني نحو هذا البلوك او السلاب يعني. فتحط فوق الديسبنسر هبر بانك تشفت وتقفز يعني وتحطه. فهنا راح يكون في لافا. اللافا احسن انك تسكرها بجلاس بعد. وخلنا نحط في كل زاوية كذا جلاس. اوكي، قبل لا نحط الجلاس يبيلنا بلوكة مثلا. ناخذ ستون بريك. اوكي، ونسوي هذه الحركة يعني هذا بالريدستون يبيلنا هذه الأشياء. أول شي يبيلنا ريبيتر، ثاني شي يبيلنا ريدستون، وثالث شي يبيلنا كمبرتر. تحط كمبرتر هنا وتحط جنب ريبيتر، وتوصل ريدستون كذا. هذا البلوك ارفعها، او اصلا هي احسن ترفعها كذا راح يكون اوكي. الحين تسكر هذا بزجاج، احسن زجاج. وش جبت انا؟ تاخذ زجاج وتسكر به، هنا راح يكون الدجاج يعني. فالدجاج راح يمديه يهرب، لكن لو حطيت سلاب ما راح يمديه. فخلنا مثلا نحط شوية تشيكن. اوكي، والحين معانا الآلة جاهزة مرة كاملة. فخلونا نجرب، افتراض ان الدجاج هذا راح يبيض، فخلونا نرمي بيض. اوكي، انا ما ارمي بيض ولا وش؟ ايوه، رميت البيض. مثل ما تشوفون يفقص هنا. الحين معنا اكثر من يعني دجاجة صغيرة. اول ما طبعا هذا دجاج ما يمدي ينط، ما ينط يعني، لا تخافون انه ينط. فاول ما يكبر راح يكون مساحته بلوكة تقريبا كاملة، وراح يحترق وراح يجي هنا. فبس شباب، كذا وصلنا نهاية المقطع. لا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة، وتضغطوا علامة الجرس هذيك. ف وتسوون يعني كومنت، ان هذه سلسلة اختراعات ماينكرافت يعني. فعندك اي اقتراح اكتب لنا في الكومنت عن اي آلة تريد يعني تسواها او اي شيء. مثل ما تشوفون هذا بعد الآلة شغالة. فبس شباب، مع السلامة.